السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، تكون صحتكم لاباس. البنات، قبل ما نبداو في الروتين تاع نهار اليوم حبيت نشكركم وحده بوحده. نشكركم كامل 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 على التعليقات اللي كانت في الفيديو اللي قبل هذا. كي وريت لكم يدي، يعني كي كنت مريضه كانت يعني عندي الحساسيه. حيرتكم معايا يعني بزاف اللي عيطوا لي، دبروا عليا، طاوني اسامي تاع يعني تاع الاطباء تاع الجلد ولا تاع الحساسيه. يعطيكم الصحه كامل، ولا غير فرحتوني كي شفت التعليقات تاعكم. دوك نشوف يعني اللي تخرج عليا ولا الطبيب اللي يخرج عليا نروح ليه باذن الله. هذه هي، حبيت نشكركم كامل، نقول لكم يعطيكم الصحه وربي يفرحكم ان شاء الله كيما فرحتوني. هنا البنات نروحوا للروتين تاعنا. كما راكم تشوفوا يوم تاع مملحات. هنا كانت عندي طلبيه تاع عرس فيها 260 نورمالمون ولا اكثر شويه، المهم فيها انواع مختلفه تاع مملحات. بون هذا الطلبيه يعني عندها بزاف، على بها نسيت الكميه، نورمالمون 280 ولا 260 الله اعلم هكذا. المهم كل نوع راح نخدم لها 60 حبه من كل نوع، يعني من كل مملحه. هنايا كما راكم تشوفوا راني نخدم في الميني بانيني. نمد لكم المقادير تاع ميني بانيني هكذا شفهيا قبل ما نمشي في الفيديو، باش ما ننساش. العبر الواحد عندي 450 غرام فارينه، 4 مغارف كبار تاع زيت، مغرف كبيره سكر، و15 غرام خميره تاع الخبز، و5 غرامات خميره كيميائيه، 10 غرام ملح، والماء الدافئ نلمو به العجينه تاعنا. نلمو العجينه شويه طريه، نخلوها تخمر مليح. وهنايا راني نكمل معاكم، يعني بعد ما خمرت لي راح نحلها بالحلال. كيفاش تعرفوا باللي الخبيزات تاعكم يعني هذيك هي الحجم المناسب يعني تاع الخبيزات، سورتو اللي ما توزنوهمش، اللي تحلوهم بالحلال وتطبعوا مباشره كيما ميني بانيني. شوفوا حليتها، طبحت الاولى وراح نوزنها الى وزنت لي من 30 ل 35. نعرف باللي الخبيزه هذيك راهي مليحه، نكمل كامل نحلهم كيف كيف. من بعد نحطهم في صينيه، نخليهم يخمروا شويه ونديرهم في الفوغ يطيبوا. هذه بالنسبه للميني بانيني. قلت لكم الوزن المناسب تاع المشاريع، يعني تاع المخبوزات كامل كما البرجر كما الميني بانيني ولا اي حاجه يعني تخمر، الوزن تاعها من الاحسن يكون من 30 35، ما تكونش اقل وما تكونش اكثر، هكذا باش تجيكم الحجم تاعها يعني مليح، ما صغيره ما كبيره. هذا بالنسبة للميزان. العبر اللي عطيته لكم راح يخرج لكم حوالي 24 حبة حتى 26 حبة، يعني كل واحد وكيفاش يقطع له على حساب شحال درتوها السمك تاع العجينة. على بها أنا درت 3 خطرات العبر اللي مديته لكم باش نتحصل على الكمية المطلوبة. هذه هي. هنا راني ندلها في لافارس، وراني نكمل نزين في الوصفه هذه تاع ميني بانيني. بالنسبه للاوراق يعني سقسوني بزاف وين نشريهم، هذو راهم متوفرين عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات، يعني تصيبوهم كامل عندهم. بالنسبه للافارس، لافارس بالكميه تاع 60 حبه تحتاجوا من الكيلو 200 حتى كيلو 400 تاع صدر الدجاج ما يكون مرحي. علاه ما مديت لكمش يعني مقادير مضبوطه، كل وحده كيفاش تخدم. كاين اللي دير لافارس تاعها بالطبع يعني تعمرها تشارجيها، وكاين اللي دير شوي شوي. على بها ما نقدرش نمد لكم مقادير مضبوطه. انا يعني ندير كميه لا باس بها ونعمر المملحه تاعي. بعد ما برد لي الخبز تاعي وطيبته، يطيب هذا الخبز يطيب ابيض ما تحمروش من الفوق. والوصفه اصلا راني دايرتها معكم من قبل، يعني اللي حبت تتعاود تولي للوصفه تكتب بانيني ميني بانيني مطبخ الاصيل، راح تخرج لها يعني يخرج لها الفيديو. هذه هي. وين رانا واصلين؟ قلت لكم لا فارس تحتاجوا من كيلو 200 حتى كيلو 400. بالنسبه لهذوك الخطوط يا البنات، انا ما نحبش نحط الخبيزات تاوعي يعني نحمرهم في البانينوز.
نفضل اني ندير مقلاة نسخنها مليح ونحط الوجه تاع المملحه هذه، ندير لهم هذوك الخطوط هكذا، نحافظ على الشكل تاعها، يعني يبدا الشكل تاعها يبقى عفوا الشكل تاعها هكذا شباب يعني واقف. الى درتها في البانينوز راح تهبط لي الخبزه الفوقانيه هذيك، تهبط لي ويتخسر الشكل تاعها. ان شاء الله يعني تكونوا فاهميني على واش راني نهضر. قلت لكم انا نفضل نحمرهم فوق المقلاة. هذه هي. بالنسبه للاسعار كيف كيف يعني شوفوا غير الوصفه تاع البانينيه، كاين اللي يحسبوها 9000، كاين اللي يحسبوها 8500، وكاين اللي يحسبوها حتى 12000. شوفوا ما تحكموش على الاسعار، ما تقولوش وحده تبيع غالي وحده تبيع رخيص. شوفوا الخدمه تاعهم، كاين اللي يكثروا لا فارس كما قلت لكم، كاين اللي يديروا غير شويه. الاجبان النوعيه كيف كيف، كاين اللي يخدموا بجبن غالي، كاين اللي يخدموا بجبن رخيص. مثلا انا درت من الفوقه كامل جبن مربعات، كاين اللي يستغنى عليه كامل ما يحطوش، وكاين اللي يحطوه، كاين اللي ما يحط الجبن مربعات يقسموا وحده، يعني وحده جبن مربع كاين يقسمها على 3، وكاين اللي يقسمها على 2. صافي ما تحكموش على الاسعار، كل وحده كيفاش تخدم، كل وحده تعرف خدمتها. المهم راهم يبيعوهم من 9000 حتى 12000، نتوما وشوفوا كيفاش تخدموا. هذا مكان. هنايا حطيت هذاك الورق تاع التشيز هذاك فوق العلبه، ستفت هذوك الطبيسيات، من بعد حطيت فوقهم الجبن الابيض. علاش حطيت الجبن الابيض؟ باش كي نحط لي كيش يبقاو ثابتين، يعني هذا الجبن راح يثبت لي المملحه فوقهم. هذه الطريقه مليحه، سورتو يعني كي تجي تدي الزبونه طلبيه تاعها وتحطها في الطوموبيل ولا، يعني ما تزغدلهاش، ما تخسرش الشكل تاعها، يبقاو هكذاك حاكمين روحهم. هذه هي. هنا راني نكمل نزينهم، درت لهم جبن المبشور من الفوق وحطيت لهم طوماط سوريز. هذا ما كان. هذه هي البنات، يعني صورت لكم مقاطع من هذا الطلبيه، وحبيت انه الفيديو يكون مفيد لكم. مديت لكم الوصفه تاع البانيني، شحال تخرج لكم الحبه، السعر تاعها هكذا باش تستفادوا. كاين ايضا ملاحظه يا البنات، ننصحكم بالتحضيرات المسبقه، خصوصا في المملحات. يعني التحضيرات المسبقه راح تعاونكم بزاف بزاف، والمملحات كما على بالكم صعيبه بزاف، فيها الضغط، فيها يعني السباق مع الوقت، تبقاو غير تجروا، على خاطر الاغلبيه تاع لي كوموند يدوهم 11 12، لازم لهم المنوض بكري، وتبقاو غير تجروا باش تكملوا لا كوموند تاعكم في الوقت وتديها الزبونه. على بها ننصحكم بالتحضيرات المسبقه. كما انا واش حضرت من قبل، العجينه المورقه اكيد حضرتها نهار من قبل. لي كورني اللي راكم تشوفوا فيهم هذوما حضرتهم نهار من قبل، بصح ما عمرتهم غدوه من ذاك الصباح، يعني نهار اللي تجي زبونه تدي طلبيه تاعها. قلت لكم حضرت لي كورني. بالنسبه للمونشون راكم شفتوهم في بدايه الفيديو، كنت انايا شكلتهم، يعني طيبت كريمه الجبن تاعي، عمرت المونشون تاعي وحطيتهم في الفريجيدار. كي نوض الصباح اول حاجه درتها شعلت الفوغ، درتو يسخن، ودرت المملحه تاعي طيب هكذا، تهنيت من مملحه واحده. من بعد موراها رحت درت لي بات يعني اللي يخمروا، كيما العجينه تاع البانيني والعجينه تاع البيتزا. هذو ما درتهم هكذا باش يخمروا لي، بصح درت بالوحده يعني هكذا باش ما يغلبونيش. بالنسبه للصوص تاع البيتزا اكيد يعني تكونوا مجددها من قبل. لي فارس تاع الكورني وتاع الميني بانيني وتاع الكيش كيف كيف، يعني تقريبا نفس الفارس. طيبتهم ليله من قبل وجدتهم كامل. ايضا العجينه تاع ليكيش وجدتها من قبل، ومن بعد شكلتها في ليمول تاع الكيش هكذا، باش غدوه من ذاك نحط مباشره لا فارس ونوجد لاباغاي دو كيش فقط، ونحطهم الفوق وندخلهم للفوق. هذا هما يعني تقريبا هذوما الحاجات اللي وجدتهم كامل راني قلت لكم عليهم. هذا هي شكل طلبيه. شوفوا ميني بانيني كيفاش يجوا واقفين كي حمرتهم في المقله فقط. شوفوا هنا طاحت لي السوريز، ماشي مشكل، من بعد يعني تسقمهم الزبونه، مامي لا طاحوا لها هي تسقمهم ماشي مشكل. هذو هما يعني لي كوموند يعني تاع نهار اليوم. ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.